هاي سندي ما يقولون له كويتي خلاص. الله واحد بس، الدين لله والوطن للجميع. لا يهزونكم هذول السنافر، لا يهزونكم وين امه. الكويت واحده، الكويت واحده. ما عندنا عيمي عربي انجليزي ما ادري شنو. يعني الحين قال العيمي طب في هنود متجنسين كويتي، سودانيين متجنسين كويتي. يعني بني ادم عندي خلاص انت مواطن او مقيم انت كويتي. ما حد يتعرض حق دين احد، الكنائس موجوده، حريه الدين والاحترام. اميرنا عبد الله السالم وسعد العبد الله وشيخنا الحالي الشيخ صباح الاحمد يهم هم الحسينيه يرحبون ويهلون مسلمين كويتيين من جهه. صح. يعني انا ما مر علي هذا حتى في البلديه يا استاذ احمد الصبيح يا مهندسنا، انا مطرشت لك ايش كثر وستب عن بلاوي البلديه. شو يقولون لك وستب؟ هذا هو اللي قالوه وستب. طرشت لك وايد، تراهم قاموا يتسلطون على العالم وانا اعرفك انت ما ترضى بالغلط. سلم عمرك ارضبهم، لا تسلطون على العالم. يعني خلصت لها هذا الحين كلها بالسنه سنه بعد مو شهر كامل. انتهت، كملوا معروفكم يا جماعه، خلوا على الاقل حتى لو اسبوع ما راح يخسر شيء. احنا ما عمرها صارت فيك كويت السالفه، سمعوني ترى عمرها ما صارت كذي في هالحاله هذه، ما عمرها صارت بالكويت. من قبل ما تطلع المية كانت برد ذاك الوقت، ما عمرها طلعت السالفه. لا حد يتعرض حق مال الحسينيه مع هذا اللي يوزعون الشربت ما تعرضون لا بحسينياتهم ولا لما يوزعون الشربت. والثاني يحط في الوستر مدري توتر متحرع الاخ. شفت يوزعون شربت بسلوى ورميثيين، شو يوزعون قنابل شربت. صدقه لله شنو هذا؟ بعدين هم شلون فيه واحنا شلون فيه؟ الله سيدنا محمد وآل بيت الكرام، يعني بابون سيدنا محمد وحد الباجي هذا مو قبول. ليش الفتنه؟ احنا ما نتعرض لا حق المسيحي في الكنائس في كل مكان بالكويت لهم حريه العقيده والدين. البوذي كان يحرق جثته بالصيف يخاف ما علينا منهم، علينا من انفسنا. نبي الكويت امنه، لا يمشون بالفتنه يا عيالي، لا يمشون